كاين اللي عنده الملاير وباقي تيلهف وكيجمع بعشرات اليدين، راه ما يمكنش هذا الشيء هذا. يعني راه شفناهم. تخيلوا معايا اليوم المغرب غادي مقبل على ميثاق ديال الاستثمار، وهذه اكثر من 20 سنه وحنا كنحاولوا نجلبوا الاستثمارات الخارجيه ونجيبوا الناس يخدموا هنا باش يخدموا لنا الناس ودار قيمه مضافه. تنشوفوا المشاريع الكبيره كينقزوا عليها وزراء، راه كل شيء اليوم باين. كيف يعقل؟ راه كاين واحد القانون سميتو تجريم العارف. الا انت كنتي في المسؤوليه واستغليتي شي حاجه جايه لك خصك تمشي للحبس، ماشي نفرشوا لك الزربيه حمراء. وهذا الشيء لو ديلي ديالو على ارض الواقع القانون ما كيتفعلش ابدا. حنا عندنا عمدات ديال المدن كبيره جمعوا فلوس كثيره وخداو الاراضي ديال الناس، كيقول لهم غنديروا الحزام الاخضر حتى في الدار البيضاء، فصلوا داك الشيء داروه في جيابهم، والنبي عليه السلام اش كيقول لك؟ صافي غنحيدوهم. لا سيدي ما تحيدوش، معلوم خصو يتحيد، ولكن خصو المحاسبه. راه الدستور المغربي كاتب المحاسبه، ربط المحاسبه بكل مسؤوليه، ما كتطبقش. هذا الشيء كيألم. كتلقى الناس كيسيقوا الخبار واحد جهه غتعطيها منح كذا كذا، كيمشيو هما الاولين يتلقاو لهذيك المنح، وما عندهمش الحق. حنا بغينا الدوله ديال تكافؤ الفرص، وراكم شفتوا في شحال هذه من عام وانت كتنادي بهذا الشيء نبيله منيب؟ سنين. واش تغير هذا الشيء؟ واش تم تفعيل هذا الشيء؟ دابا حنا في المغرب عندنا زوقنا ديمقراطيه الواجهه، عندنا مؤسسات، عندنا تنديروا انتخابات، كل شيء ما هوش، لان انتخابات مزوره. المؤسسات ليست مؤسسات قويه في خدمه الشعب، مؤسسات كيطلعوا اصحاب المصالح، واللي بغى يتخبى عنده شي ملف في القضاء جالس لينا تماك، واللي امي كيقول لك ما ماشي. كنقول لهم الاميه ما خصوش يكونوا في البرلمان، قال لك انت ماشي ديمقراطيه. الاميه راه كاينه، شكون اللي مسؤول على الاميه؟ انا اليوم راه كاين 100,000 اميه، الاميه السياسيه، الاميه الابجديه، الاميه القانونيه. الناس جالسين تما خصهم يشرعوا، خصهم يراقبوا. المسؤوليه نعم. كترجع لك اكيد، لانك ايضا امينه عامه ديال الحزب اللي هو نعم. قديم واللي حاضر، يعني 30 عام د العمل. ما تقدرش اليوم تقول انا ماشي مسؤوله، اكيد راه عندك واحد القدر ديال المسؤوليه. بالفعل المسؤوليه ديالي راها محدده في الدستور، حنا كنديروا اكثر منها. ناثروا المواطنين، كناثروهم، كنوعيوهم، كنحروهم، كنعرفوهم كيفاش يحبوا بلادهم. ماشي الحب الوطن هو بقى حل فمي ولا هز الرايه وكندور. راه خصني نخدم، الا كنت في شي منصب خصني نتحمل مسؤوليتي، خصني نقوم بواجبي باش بلادي تنتفع بداك الخدمه ديالي. اما انا باش نبدا تنضرب. دابا السياسه ولات بحال شي موسم كيضربوا له الناس اللي باغيين النفوذ. كان اللي تعجبوا الكراسه وتعجبوا هذا، وتيشوف الا كان شي تقنقينه ولا كان شي فليسات، لا كان شي اراضي ديال الجموع ولا ديال الدومين ياخذها، لا كان شي حاجه. شكون هما هادو البزناسه؟ الاغلبيه السحيقه. راه كاين حتى الناس اللي كتجر في المخدرات موجودين في البرلمان، وهذا الشيء فضحنا هذه سنين. وحتى في اللقاء مع المسؤولين ومن ضمنهم وزير الداخليه قلنا لهم يمكن لكم انتم تنظموا هذا الشيء. الناس اللي غادي تنتخب في انتخابات على الاقل يكون عندها البكالوريا او الليسونس او الماستر ولا الدكتوراه، وتكون نزيهه ومخلصه الضرائب ديالها. حنا الناس تما ما مخلصينش الضرائب وكيترأسوا المجلس. وكيفاش تهرب؟ انا ما تخلصش مليار ويعطوك رئاسه المجلس، ولا عندك 80 عام ما تتعرف والو، خربتي جميع الوزارات اللي كنت فيها وعاوتاني نعطوك منصب اعتباري. اذا هاد خدام الدوله القدامى والجدد، راه الدوله العميقه خصها دير الثقه في المواطنات والمواطنين الصالحين اللي ما عندهمش شبعانين، واخا ما عندهم والو الكونتراوي، ولكن شبعانين وعاشوا في الخير وباغيين الخير لبلادهم. اما هاد اهل الجشع والجوع هادو راه خصو الابعاد ديالهم. اللي ما خلصش الضريبه عمره ما يترشح، اللي تلعب باموال عموميه عمره ما يترشح، وندوزوه المسطره باش يتحاسب. يعني هذه هي دوله القانون اللي غادي غدا نجعل المغاربه يمشيو بكثره باش يصوتوا. راه تونس 8% اللي صوتوا، ملي شافوا راسهم كيصوتوا على الناس وتيطلعوا يزيدوا يفسدوا الحال هذه البلاد ما خدامش. ولهذا انا كنظن خصوصا البرلمان خصو يكون هو المحور ديال العمليه الديمقراطيه. البرلمان سنين نبيله منيب وانتينا نعم. يعني كتنتقد العمل ديال البرلمان والاداء ديال نعم. مجلس النواب. اليوم دخلتي له، اليوم واش كاينه معارضه؟ ما كايناش، نكذب عليك. علاش؟ انا نقول لك لانه دابا المعارضه فاش كتبان، مع كل احترام ديال الاخوان اللي هما دابا في المعارضه، احزاب اللي كانت قديمه وعريقه واخرى واحزاب اخرى معها، انه ما كيمكنلكش تميز ما بين الصوت ديال الاغلبيه والصوت ديال المعارضه. كلهم كيتكلموا نفس الصوت. واش كيقولوا؟ قال صاحب الجلاله، وكيقولوا شي مقطع من يعني الخطاب ديال صاحب الجلاله، وكيقول لك هنا انتهى منطوق صاحب الجلاله. واش نطقتوا انتم شنو قلتوا؟ هذا التوجيه اللي جا في الخطاب انتم شنو درتوا؟ والو. كلهم كيتخبعوا مورا الملك. هذا الشيء راه حقيقه، الجميع يختبئ وراء الملك. قال صاحب الجلاله، قال وانتم واش قلتوا؟ اش درتوا؟
شنو الالتزامات ديالكم؟ المواطنين راهم في الحباس، المواطنين راهم مظلومين، المواطنين عليهم الغلاء، المواطنين في العطله، المواطنين مشى لهم حقهم، المواطنين مشات لهم اراضيهم. ما كاينش اللي غيتكلم على هذا الشيء. وملي كيجي شي قانون اللي هو ما خدامش، ماشي هو القانون اللي خاصنا، كلهم كيصوتوا، كلشي كيصوت نعم. علاش؟ باش يتسناو راسهم غدا غادي يرجعوا نتوما بلاصه الاغلبيه، ولا ربما لا تبدلت شي حكومه عاوتاني يزيدوا شي حزب من دوك الاحزاب الطيعين الظريفين اللي كيقولوا نعم. اما مصلحه البلاد ما بقاتش كتبان.